السلام عليكم، ازيكم يا بنات يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ شفتوا الطبليه الحلو ده؟ عايزين تعلقوه في الحيطه يتعلق، عايزين تحطوه على السفره يتحط، مفيش مشكله. شكله جميل جدا وتحفه، مختلف يعني مش هتلاقيه في اي محل. حاجه كده جديده، انت اللي عاملاها وانت اللي مبدعاها، حتى مش على اليوتيوب على فكره يعني حاجه جديده. بس ما تنسوش بالله عليكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونكبروا مع بعض بيكم. ده بتاعت ساعه، اللي هي الجزء بتاع الساعه بايظه وفاضية زي ما انتوا شايفينها كده، وايه قديمة. بس انا ما حبيتش ارميها، ركنتها وجات لي الفكرة ديت، ما رضيتش اعملها من وشها. ده ظهرها بيبقى طبقات كده، 3 ادوار فوق بعض. وكان عندي شوية زلط، جبت شوية غيرة خففتهم طبعا بالمية، ده العادي. ما ينفعش تعملي بالغيرة تقيل زي ما هو، لازم تخففيه شوية بالمية. ورصيت اللهم صل على النبي، الغيرة، ورصيت الايه الزلط. ماشي. وبعد ما رصيت الزلط عملت اللهم صل على النبي ايه، ربيت شوية اسمنت ابيض، برضو ايه نسبة خفيفة، ما هوش لا تقيل ولا خفيف، وصبيتهم عليهم. بس يعني ما خدش مني 5 دقايق، وسبته في البلكونة لحد ما نشف. تاني يوم زي ما انتوا شايفين حجر، وبقى ايه حاجة كده، ايه تعلقيه، تقلبيه، توديه شمال توديه يمين، صبة. وبعد كده رشته بالسبراي، وطلع زي ما انتوا شايفين كده، بجد طلع شكله حلو. يعني اللي يحطوا ديكور على السفرة بس كده جميل، على الترابيزة هيفكروش شوكولاتة فضة. فاهمين؟ شكله حلو. حسب بقى الزلط اللي عندك زلط كبير، عندك زلط صغير، في كل الاشكال هيبقى جميل. شوفوا كده الفكره ويا ريت تعجبكم. احنا كل افكارنا جديده، تكاتنا وحركاتنا كلها مش عند حد، بس مش عارفين لسه الحظ ما جناش. ربنا يسهل الحال وربنا يسترها معانا كده. انا بحب استغل كل حاجه عندي، يعني مرميش حاجه، اي حاجه عندي اعملها. كل حاجه عندك بيبقى لها فايده، ممكن دلوقتي ما تلاقي لهاش فايده، بس بعد شويه تلاقي لها فايده. مش معنى ذلك انت دربكي الدنيا، لا، شيلي كل حاجة بنظام وبترتيب.